هنتكلم عن مصر والمصريين من ايام الفراعنه والملك مينا اللي فتح القطرين على بعض لحد الناس الجميله دي. مساء الفل، يلا بينا وهنبدأ بالأسئلة. السؤال الأول سهل جدا وبسيط. لو حد سألك أنت مصري هتقول له إيه؟ لو سألتك أنت مصري قول لي إيه؟ أنت لسه هتفكر؟ أنا مصري وأبويا مصري بسماري ولوني مصري. ده أنت بتفتخر بقى. وأشقاهم أنا وأتمنى حبهم. إيه ده أنت بتتمني حبهم؟ تخيل الفنانة نانسي عجرم تروح لوالدك البيت وتقول له أنا طالبة القرب. يا نهار بوس يا نهار بوس. طبعا انا بهزر، واحنا كلنا بنحبك يا فنان. بمناسبه الاغاني الوطنيه، زمان وانا صغير كان في اغاني وطنيه بتزعلني وبتغيظني قوي. سمر الشداد حتى لوني قمحي اسمراني عيونه سمرة. كنت متغاظ وزعلان ليه؟ عشان انا ابيضاني. امال انا ابن مين يا مصر؟ ما انا ابنك برضه. قربت مني لها وقلبي حنلها. وعشان كده غنى لها كتير من اشقائنا الفنانين العرب. تعال نشوف غنوا لها وقالوا ايه. عظيمة يا مصر يا أرض النعم. يا مصر يا عمري يا نور العين. أنا على الربابة بغني. كل العرب عندهم علاقة مع مصر، عندهم احترام وتقدير ووفاء لمصر. أرض الكنانة طيبة الشعب المصري، حسيت حالي واحد منهم صرت. مصر بتعني لي كتير مثل ما بيعني لي لبنان. بعدين الشعب بحب الحياة وشعب بيهيص وبيستمتع وبيتذوق الموسيقى. مين هم أجدع ناس؟ أقول لك المصريين. مصر اليوم هي ملتقى للفن، للأدب، للأخلاق، المحبة، للسلام. هي للدرجه دي مصر حلوه؟ شوف ورده بتقول ايه. واللي يجيلي يدوق ميلك يرجعلك عطشان. على فكره ده مش مجرد كلام اغاني، دي مشاعر حقيقيه تجاه مصر. دايما فاتحة بابك يا مصر الأحبابك. وده مش غريب ان اي حد بيجي مصر بيحس ان هو في بلده. مصر عايش فيها 9 مليون شخص مهاجر من 123 دولة. بلدنا عمرها ما قفلت بابها في وش حد ما دام مش هيأذيها ويضر بمصالحها. مصر يا أول نور في الدنيا شق ظلام الليل. والكلام ده هنوضحه قدام شوية. النور من هنا والخير من هنا. طبعا في ناس هتقول لي فين الكلام ده احنا متكحولين والظروف مكعبلة. ده انا نفسي اسيبها واسافر. بص يا سيدي، مصر مش اجمل ولا اغنى بلد في الدنيا، وممكن تشوف فيها سلبيات كتير، وممكن تمر فيها بأوقات صعبة وتقعد تقارنها ببلاد تانية، وممكن كمان تسيبها وتسافر، وهناك بتكون فعلا افضل ماديا وهتلاقي بعض المميزات، لكن بتدفع ثمن كبير قوي من سنينك ونفسيتك ووحدتك وحنينك لبلدك اللي موجود جواك مهما كدبت على نفسك. بس زي ما لها فوائد هيكون لها ضريبه. اول المسافر في السعوديه لغايه امريكا وكندا واستراليا والسويد دفعوا ثمن الغربه. الناس نسيتك خلاص، حتى اللي بيفتكرك بيكون عايز منك حاجه. الغربه بقى بتديك ايه؟ حاجه كويسه وفلوس وتعليم انما بتاخد منك حاجه كل اللي هي عطته لك ده سواء كان فلوس او بتاع ما تعوضكش عنها. هو ده ثمن الغربه اللي انا بكلمك فيه. ولا بيرتاح في بلده ولا بيرتاح في البلد اللي هو قاعد فيه. احيانا الواحد بيجي له خنقه لوحده. مكانك اللي انت بتسيبه في بلدك او بتسيبه في وسط اهلك ده بيختفي. اهلك بيتعودوا على غيابك، ما يقبلوش حتى طريقه كلامك. تجي لهم بالهدايا تديها لهم، انت يمشي وعمال اطول كده ليه؟ ثمن الغربه. واسال اي مغترب. بالبداية يا غربة بتحمل. انا ليا اصدقاء كتير وقرايب متغربين. انا بعتذر لكم وبعتذر لكل واحد بعيد عن بلده لو الكلام ده تعبه شويه، وربنا يهون عليكم الغربه. واكيد محدش هيسيب بلده ويسافر غير وهو مضطر. انا بس هدفي ان اللي عايش في بلده يحس بيها ويعرف قيمتها. لو الظروف مش احسن حاجه وتعبان في بلدك وحاسس انك مش عارف تحبها، الفنان حسين فهمي في فيلم مافيا لخص الحكايه في كلمتين. بتحب والدتك؟ طبعا بحبها. بتحبها ليه؟ عشان أمي لازم أحبها. يعني مش عشان انها اجمل ست في الدنيا، ولا عشان انها احسن واحده في كل حاجه. والناس اللي بنحبهم ويحبونا ما بنقعدش ندور بنحبهم ليه ولا بنكره فيهم ايه، بنحبهم زي ما هم. في ناس هتقول لي ده كلام شعارات وكلام ما ياكلش عيش. هقول لك لا، دي مش شعارات، دي جذورنا واصولنا. ولو ما عندكش انتماء لاصولك وحب لبلدك مهما كانت ظروفها يبقى في عندك مشكله. وتعالى احكي لك عن الجذور والاصول وليه بنحب مصر ومين هم المصريين ملوك الجدعان. سرية وسفينة يالا. لا يا عم لا، مش قصدي دول خالص. فمره المخرج يوسف شاهين كان في حوار مع مذيع اجنبي. المذيع بيقول له انت من مصر ومصر علم ثالث، فقال له احنا علم ثالث؟ لا
لا انت اللي من عالم تالت. انا كنت حاسس ان يوسف شاهين عايز يقول له حاجه اكبر من الشتيمه بس مسك نفسه. المهم قال له احنا كنا هنا من 7000 سنه، اثبتنا ان عمر حضارتنا 7000 سنه. وقال له انت هنا لو رحت الراجل فقير وهو ما عندوش حاجه يديها لك هيروح لجاره يستلف عيش ويديهولك، لكن في اوروبا لو مغمى عليك في الشارع الناس هتمشي جنبك عادي ومحدش هيهتم. اهو ده راجل بيحب بلده وعارف يعني ايه انه مصري ويعني ايه حضاره. تعال بقى اقول لك نبذه صغيره يعني ايه 7000 سنه حضاره. مصر ايام الفراعنه كان اسمها كيمت، وبعد كده بقى اسمها مصر، والاسم جاي من كلمة مجر أو مشر من اللغة المصرية القديمة ومعناها المكنون أو المحصن، وده عشان موقع مصر الآمن، وده من أكبر الاحتمالات، والكلام ده موجود في جوجل مش محتاج مصادر. تعال بقى نروح لجده الفرعون. لا مش ده ابننا الفرعون الجميل، لكن ده بقى جده الفرعون، والقمر دي تيتا الفرعونة. تعال نشوف أخلاقهم. بيقول لك كان في قانون اسمه ضمير أو ريشة ماعز. القانون ده فيه 42 سؤال هتتسألهم بعد حياتك، ولازم تكون إجابتك عليهم بنعم عشان تدخل الجنة. زي مثلا أنا لم أكذب، أنا لم أفعل الشر، أنا لم ألوث مياه النيل، أنا لم أتدخل فيما لا يعنيني، لم أكن سببا في دموع إنسان، لم أكن سببا في شقاء حيوان، لم أعذب نباتا بل نسيت أن أسقيه ماء. شوف احترام الحياة في النبات والحيوان والإنسان. القوانين كلها إنسانية وحق وعدالة، وعلى فكرة كل ده كان قبل الأديان السماوية بآلاف السنين. تعال نشوفهم في الفنون. تعال نشوفهم في الطب. اكتشفوا ان العيش العفن او التربة العفنة لو اتحطت على اصابة بتسرع من عملية الشفاء، علشان نيجي بعدها ب6000 سنة ونكتشف ما يسمى بالمضادات الحيوية. استخدمنا طريقة قدماء المصريين، الآلة اللي كانوا بيستخدموها احسن من اللي احنا بنستخدمها دلوقتي، اللي احنا وصلنا له دلوقتي ومصر بتعمله من 4000 سنة. تعال نشوفهم في الهندسة. 5000 سنة عمر و2,600,000 قطعة حجر متماسكة جميعها بدون أسمنت. مكان الهرم إن هو في النص بالظبط بالنسبة للقارات الخمس. عرفت ليه احنا بنفتخر اننا احفاد الفراعنه؟ وبعدين يا سيدي تمر السنين ويفوت على المصري عصور كتير واستعمار كتير، من اول الهكسوس سنه 1580 قبل الميلاد لحد اخر استعمار اللي هو الاستعمار البريطاني اللي انتهى سنه 1922. وكل مستعمر بيسيب اثر ولو بسيط سواء بالسلب او الايجاب من ثقافته على المصريين، فما بقاش المصري هو الفرعون بتاع زمان، لكن عنده نفس الروح وبعض الصفات اللي وارثها عن اجداده واللي بتبان دايما في وقت الشده والازمات، وده دم وجينات وراثيه فعلا مش اي كلام. المصريين شخصيات مختلفة وطباع مختلفة، طباع لكل بلد، وطباع لكل مهنة، وطباع لكل بيئة ولكل مجتمع، لكن في سمات مشتركة في اغلب المصريين بنقول عليها السمات والروح المصرية. عارف انت لما يبقى في واد في وسط زمايله باين كده ولافت النظر ومحبوب بيخليك تستغرب قوي، الواد ده مش اجمل واحد ولا اغنى واحد ولا اقوى واحد، بس واد لماح وروحه حلوة ودمه خفيف وسارق اللقط، مستفز قوي بصراحة بس تحبه، وهو ده المصري. المصريين بيحبوا يفرحوا قوي في اي حدث بيحصل، تلاقي حفلة سبوع، حفلة نجاح، حفلة عيد ميلاد، حفلة تخرج، حفلة خطوبة، حفلة عفش، حفلة جواز، حفلة عيد جواز. انا عايز اقول لك ان في ناس بتعمل حفلة طلاق، وكل ده غير المناسبات والاعياد الرسمية. شعب فرفوش. في مصر الناس بسيطة قوي، عادي جدا ان في اي مكان تلاقي الناس بيكلموا بعض من غير ما يعرفوا بعض، في المواصلات، في طابور العيش، في المصايف، عادي جدا وانت قاعد على القهوة تلاقي حد جه قاعد معاك على الترابيزة. ممكن اقعد معاكم؟ تعرفوا يا لا ما اعرفوش ولا انت ولا عمري شفته للاسف محدش يعرفك. اتفضل اقعد. المصريين بيحبوا كل الفنون وشاطرين فيها. في مره كنت بصور فيلم قصير وكنا في الشارع والناس اتلموا، فبقول لهم ممكن تمثلوا معانا؟ اغلبهم وافقوا وفرحوا قوي، واللي ما وافقش وقال لي انا ماليش في التمثيل كان عايزنا نتحايل عليه شويه ووافق ومثل معانا. شربت الويسكي حتى انساكي، طلع لسان عصفور يلعن مساكي. بره بره ايه سيدوني بره يا جدعنة المصريين طول الوقت بتشوفها افعال مش كلام وخلاص. هاجي معاكي ما تخافيش ما تخافيش، انت خايفه ليه؟ اطلعك عند بنتك يعني اديكي فلوس قولي لي عايزه ضغطك تبقى واقفه واحد يقول لها انا جاي اونسك. تعرفك ايه تعرفك؟ لا ايه؟ تعرفك؟ ما اقفش هنا يلا تنتهي هنا. هفهمك تعرفها انت ما مديتش بقولك ايه؟ ما تخليهاش تغيب عليك. نزل له اللي هو عايزه. طفل صغير يا سيدي طفل صغير. انا ابوك. ابوك ايوه ابوك كده مفيش رحمه عندك. انت لو بنتك طلبت منك في الشارع لو حد عنده مشكله هتلاقي الكل بيجري وبيساعده، لو لا قدر الله حد حصل له حادثه هتلاقي اللي جايب له كرسي واللي بيتصل باهله واللي بيطلب الاسعاف، اللي جايب له ميه واللي اخد نمره العربيه. اصل المصري جدع بالوراثه زي ما قلنا. لسه برضه ما عرفتش قيمه بلدك؟ طب خد السؤال التاني ده من شيرين. شربتش من الهم طب جربت تغني لها؟ حتى لو صوتك مش حلو اكيد غنت لها. جربت في عز ما
تحزن تمشي في شوارعها وتشكي اوعى تقولي ما حصلش، انت منين يا؟ ما مشيتش في ضواحيها، طيب ما كبرتش فيها. لو ناسي انك كبرت فيها يبقى اكيد حضرتك لسه صغير قوي. ولا لك صورة عالرملة كانت عالشط في مواني. وزي ما قلت لك ده مش مجرد كلام اغاني، دي حياتنا وذكرياتنا اللي عشناها وبنعيشها. صحيح بلدنا مرت بازمات كتير لكن عمرها ما وقعت، طول عمرها مطمع من الداخل والخارج، وياما اتسرقت واتظلمت لكن ربنا حميها ودايما منوره. عارف لما تبقى سرحان وباصص في الارض وواحد لذيذ يجي يتريق ويقول لك باصص في الارض ليه؟ ارفع راسك فوق، ده انت مصري. اسكعه بالقلم على وشه وقول له ما تتريقش، وفعلا ارفع راسك لفوق بجد. انت من بلد مذكوره بالخير في الاديان والكتب السماويه، انت من بلد اقوى ملوك واقوى جيوش في التاريخ، بلد الخير والاخلاق، بلد العلم والفلك والطب والهندسه، بلد الفنون والجمال والاصاله. انت من مصر، بلد الحضارة. وانا بكتب الحلقة وبدور في تاريخ مصر اكتشفت ان تاريخنا عظيم وساحر، وفي الاخر عايز اقولك ان احنا محتاجين سنين عشان نتكلم ونحكي عن مصر والمصريين. ما تنساش بقى تشترك في القناة عشان تشوف الحلقات اللي جاية، ولو فاضي شوية ابقى اتفرج على الحلقات اللي فاتت. سلام.